السلام عليكم، ومعاكم المستشار الأمني ثامر بديدة، أعلى كفاءة علمية على المستوى الأمني في تونس بشهادة جميع الأمنيين. اليوم موضوعنا النقابات الأمنية. هالنقابات هذه بصمة عار في تونس، بصمة عار معناها ما بعد الثورة. صدقوني معناها هذه لابد من حل النقابات الأمنية هذوما معناها ظاهرة كاثرة بعد الثورة. نأكد لأي إنسان نقول له راهو الأمني، راهو تمشي لأي رامبوان راهو الأمني ما عندوش ثقة فيهم. هذوما ما عندهمش مصداقية عند الأمنيين. هذوما ناس استغلوا العمل النقابي ماشي تجرب مشاكل الأمنيين. أو بعد الثورة بداو 6 نقابات ولا 12 نقابة، كل مرة نقابة، فهمتني؟ وهذا من الناس معناه يحك راسك طلع نقابة، وراهم من مستوى علمي دنيء جدا، مع احترامي للكعبتين وكعبة. هذوما أغلبهم من مستوى علمي والمستوى من كفاءة أمنية تعبة برشا. هذوما يستغلوا في العمل النقابي، مش يركبوا على ظهور الأمنيين. هذوما تاجروا بمشاكل الأمنيين. فرجاء معناها من وسائل الإعلام، فرجاء من المجتمع المدني، راهم الأمنيين ساحبين منهم الثقة. نتحدى توا نقابة أمنية تجيب 1000 خيرات تو، مش يجيبها لك نتاع 2011 و2012 وقت اللي الناس ما تفهمش معناها نقابات أمنية. والنقابات الأمنية راهو حتى ماهيش كيما اللي تو قال لك النقابات الأمنية موجودة في العالم. لا، ماهيش موجودة في العالم، موجودة في العالم في دول متقدمة بمقاييس يا افهم يا معلم، بمقاييس. مش كيما النقابات اللي عندنا في تونس بصمة عار. كذا احنا مادام الثورة عطاتنا نقابة أمنية وخلونا معنا نعملوا نقابة أمنية، يا اخوي نحبوا توحيد العمل النقابي هذا. شنو حك راسك واعمل نقابة همج وتلوث، معناه شيء يعمل العار. شنو نقابات أمنية؟ هاي النقابة الوطنية. الآخر قال لي العجوز يزيم الكذب نتاعك ويزيم البلوط، قال له نقابة وطنية ونقابة كذا. كمشة فهمتي، كمشة كعبتين وكعبة فهمتني، نقابة وطنية والآخر اتحاد النقابات. يا ودي ماناش مستعرفين بيكم. واحد يقرأ ولا أكاديمي ولا كذا، مش يجي واحد عقاب ما نعرفش باكم وانسيس باش نستعرف بيه ولا مش يدافع عليه. الامنيين تو تمشي الموظفين في وزارة الداخلية، تمشي الكفاءات الامنية الكل، رانا ماناش مستعرفين بيكم. ما يفهموا راكم انتوما راكم ولا شيء. وانا نحب نداء للزملاء الامنيين، راهم ما ياخذوا شيء. والله كان الكذب وطبلعيت. هذوما ناس كذابة، هذوما ناس ما عندهم حتى شيء، ويعملوا فكر نقابات، يعملوا اتفاقية مع الهورانج، اتفاقية مع التونسيانة، ماشي يصوروا الفلوس لا أكثر لا أقل. ويضربوا قال شنو قال نقابي، تي نقبة انتي مش نقابي. فرجاء معناها حتى الهياكل الإدارية نتاعنا ولا الموجودين مسؤولين الدولة يا خويا يشوفونا الحل في النقابيين هذوما الهانة. نقابيين الهانة فهمتي، متسبلين بالعمل النقابي، لا يخدموا ويتاجروا بالعمل النقابي ويعملوا في اتفاقيات. فما فساد مالي، فما فساد إداري. إن شاء الله في حلقة من الحلقات التلفزية برمجناها إن شاء الله باش نكشفوا على ملفات الفساد هذوما معناها لا يمثلوا الأمنيين، ما يمثلوا حتى شيء. بالنسبة لثامر بديدة، معناها ثامر بديدة راهو بالنسبة لي أنا مانيش باش نسكت عليكم، وراني نقول لكم استعدوا للرحيل والمحاسبة. هذوما النقابات الأمنية واضحة، وخلي يطلعوا عليها كيما يحبوا هم، خلي يسبوا للصباح. كفاءة أمنية بشهادة الجميع، معناها بعيد عليهم، معناها بعد سماع الوطن مش من مستويه مش نحط كعبتين وكعبهم في الفيسبوك يسب. يا اخويا يسب للصباح. بالنسبه للنقابات الامنيه لابد من معناها حل النقابات الامنيه وتوحيد النقابات الامنيه. حبوا نقابه واحده وهيكل منظم فهمتني وناس منظمه، مش تجيب لي كل مره حك راسك طلع نقابه امنيه. هذا بصمه عار، والله بصمه عار. اقسم بالله انا نحير في الزملاء الامنيين. فيقوا يا زملاء، انسلخوا منهم راكم تعطيوا في 12% من شهريتكم. راهو ما يقارب النقابة الأمنية، أقل نقابة أمنية راهي فيها مليار و200. أقل نقابة أمنية ميزانيتها في الشهر، راهو من فلوسكم. واضرب الطاولة فهمتي كذا. أنا ثم طرفة مرة زميلة قالت لي راهو جيت نقابل في نقابي، قال لي اعمل لي مطلب. يا عجبكش نقابي فهمتني عباكم وانسيس تعمل له مطلب؟ كيف ضيحة في تونس يستغلوا في العمل النقابي. يا ما نقابات وما ترى شنو وما كذا. احنا مش نسعى بكل جهدنا مش نحلوكم، مش تتحلوا. مش مرة جاية ما عادش تتاجروا بالامنيين، تتاجروا بمشاكل الامنيين.
وانا ثامر بديده راني لا نخاف لا من حتى حد، واللي يحب يسب يسب الراجل، ما اللي يحب انا ما نطيحش مستواه، ما مستواه كبير عليكم. تي كمش تلوث باش نعمل لكم طاوله 4 كراسي، تي متلوثين، تي الخير ما شفتوش انتوما، ماكمش قارين ما نلومكمش. مش نتبع انا فهمتني يا ترى شكون وكذا وكذا في الاخر فهمتني معناها قال مهبول. يا خويا انا مهبول ومش نحلكم، انا مهبول ومش نسعى مش نحلكم، واحنا اعطينا اتصالاتنا حتى مع وسائل الاعلام مش يمنعوكم التلفز. ماكمش اهل مش تدافعوا على الامنيين، الامنيين متبرين منكم يا شعب تونس، راهم الامنيين متبرين من النقابات هذوما. نمشيو لاي رامبوان نتحدى اي نقابه تلمد 100 انخراط. تو حاليا انا ثامر بديده في اللجنه الوطنيه للقوات الامن الداخلي والديوانه عندي 17,000، وكان كملت كان مش المكيده اللي عملتها انا النقابه الوطنيه عن طريق واحد رقيب فهمتني جرد، رانا فهمتني رانا تو اكثر شعبيه، واحنا انا اكثر شعبيه. اصواتنا لتو هذه الحقيقه نحب نقولها للشعب التونسي، راه النقابات الامنيه ما يمثلوش الامنيين، هذوما يحبوا يركبوا على احداث مستوياتهم الكل ما يفوتوش الباك. انا مأكد لك اللي هذوما باك مؤنسيس ولاهم اكاديميين، وحتى في الوزاره معناها المرؤوسين نتاع الوزراء وزاره الداخليه ولا المديرين ولا كذا راه ماهوش حاسبين وماهوش موجودين في الخريطه. ففهمتي دخل في روحه في حق الانتخابات. شكونك انت يا معلم؟ فرجاء نطالبوا مسؤولين الدولة ينحلوا هالنقابات الهانة هذه ويشوفوا ملفات الفساد في النقابات اللي مش نكشف عليها في وقت لاحق على خاطر أحلنا بعض منهم لهيئات قضائية. وبالله ميساج أنا سمعت مدير مالي لإحدى النقابات يقول معاكم كوا فهمتني جايبها كرافات واحد. يا معلم احنا كي مش نجيوك راهو باش نجيوك بهيئة محاسبات وثم أمور أخرى فهمتني. ماكش انت تو مش تستهبل فينا. قال له نقابة وطنية وقال له نقابة اتحاد، والاخر قال لي سيب عليكم يا ودي عملتوا العار كلكم استغليتوا العمل النقابي من بعد الثورة فهمتني. مش تتاجروا بمشاكل الامنيين فادين منكم. اللي يجي يقول لك مطلب نقلة فهمتي تعرفش يعملوا هذوما يعينوا معناها كعبتين وكعبة فهمتي من الاقارب نتاعهم، من الكعبتين وكعبة يحطوهم هاك انت كاتب عام او كذا معناها قسمك كعكة فهمتني. ما فماش عمل نقابي او يعملوا فهمتي اتفاقية مع بنك باش ياخذوا فلوس الامنيين، يعملوا اتفاقية مع التونسيين، يعملوا في اتفاقية وكذا مشاكل الامنيين ما يحلوهاش. دونك مادامنا حيين في البلاد هذه راكم ما تفرحوش ما تخافوش مستوراو. احنا اسمعني ثم شكون يهدي يا ودي رانا مش ما نخافوش ما مناش حاسبينكم جملة يا ودي. ماكمش موجود ما شيء يعمل العار بالحق. فرجاء النقابات الامنيه هذوما فهمتي لازمها تضمى حل من العمل النقابي الامني، ولازمنا نقابه موحده فهمتي، نقابه تكون فيها جميع الامنيين اكاديميين كذا. على الاقل كي عطاتنا الثوره عطاتنا مكسب كيما هذا يا خويا خلينا نستغلوه. معناها الامنيين الكل ساحبين منهم الثقه، هذوما ياخذوا في 12% من كل عون فهمتني، مش يعملوا فهمتني يعملوا بيجي وكذا امور فلوس لا اكثر لا اقل. هذوما تجار فهمتني، هذوما تجار وداخلين في صراعات نقابات وترى شنو. فرجاء معناها من الدوله مسؤولين الدوله يشوفوا حل. انا بعثت تقرير السي بنتيج اعطيته تقرير امني على مصير الواقع النقابات وقلت له ما يمثلوش الامنيين فهمتني، ما يمثلوا حتى شيء وماناش مستعرفين بهم فهمتني. وهذوما حتى الامنيين معناها يحشموا مش يقولوا فهمتني معناها نقابات امنيه ماناش معترفين بهم، راهم كفاءه علميه ولاهم معناها رتب امنيه كبيره. هذوما معناها هيئه معناها هذوما ناس اصحاب كفاءات محدوده يستغلوا في العمل النقابي فهمتني كوا فهمتني، يستغلوا في العمل النقابي مش يطلعوا على ظهور العباد. فانا مبشرهم اللي انا مانيش مسيبكم زاده، عم واصلين العمل على خاطركم الناس ما كمش منظمين، الناس تاجرتوا بالمشاكل الامنيين وهذه فضيحه تونس ما بعد الثوره. هذوما النقابي الامنيين تجار تجرب مشاكل امنيين ولا بد من حلهم ومش يتحلوا. وكالعاده تيحوا سبوا بعض النقابيين، سبوني كيما تحبوا. انا بالنسبه لي انا مستواي كبير عليكم، كمش تلوث هذوما ما نجمش ناخذ عليكم، متلوثين كعبتين وكعبه تلوث ما نجمش ناخذ عليكم، مستواي ارقى منكم. زيد سب بالنسبه لي انا راهو النقابات الامنيه ماهيش في مخنا جمله واحده، ورانا طالبين بحل هالنقابات الامنيه. برا ربي يستركم وللحديث بقيه ان شاء الله.